في إحساس غريب كده بييجي فجأة أول ما تقوم من مكانك، تحس إنك خفيف أو تحس إن الدنيا بتلف حوالين راسك أو كأنك مش متزن. ناس بتسميه دوخة وناس بتسميه دوار، بس هو في الحقيقة ممكن يكون علامة على حاجات كتير جدا. بعضها بسيط وبتحل بسهولة، وبعضها ممكن يكون جرس إنذار من الجسم لحاجة خطيرة. ولو سألت أي حد بيشتكي من الدوخة، تفتكر إيه السبب؟ من الضغط ولا السكر ولا نقص فيتامينات ولا قلق نفسي ولا يمكن الأدوية اللي باخدها؟ هيفضل محتار زينا كلنا. في الفيديو ده هنجاوب على السؤال ده بشكل مختلف، مش بس هنقول الأسباب المعروفة، لأ، هنفكر بصوت عالي سوا ونفتح زوايا محدش بيركز عليها، وهنقول لك تعمل إيه وتقلق إمتى وتطمن إمتى. في فرق مهم محدش بياخد باله منه، مش كل دوخة تبقى دوار، ومش كل إحساس إنك هتقع معناها إن الدنيا بتلف بيك. تعالوا نوضح أكتر. الدوخة ديزينس يعني إحساس عام بعدم الاتزان، ممكن تحس إنك هتقع أو إن جسمك خفيف أو حتى شوية دوار خفيف كده مش مفهوم. ده بيبقى إحساس داخلي أكتر، لكن أنت مش هتبقى شايف الدنيا بتتحرك حواليك، بس هتحس إن في حاجة مش مظبوطة. إنما الدوار فيرتيجو ده بقى إحساس أوضح شوية، بتحس إن الأوضة بتلف حواليك أو إن الأرض بتتحرك من تحتك، وكأنك راكب مركب أو في مدينة ملاهي رغم إنك واقف في مكانك. يعني ببساطة، لو حاسس إنك مش متزن من جواك دي تبقى دوخة، لكن لو شايف بعينك إن في حاجة بتلف حواليك يبقى ده دوار. ليه مهم نفرق؟ لأن السبب والعلاج بيختلفوا تماما. الدوخة ممكن تيجي من الضغط أو نقص السكر أو قلق نفسي، لكن الدوار في الغالب بيبقى جاي من مشكلة في الأذن الداخلية أو في الجهاز العصبي. والتمييز بين الاتنين هو أول خطوة في الفهم الصح والعلاج الصح، وعشان لما تروح للدكتور تعرف تشرح حالتك بشكل أدق. أكتر حاجة بتلخبط في موضوع الدوخة إن الأسباب كتير، وممكن تكون حاجات بسيطة جدا، بس عشان مفيش وجع واضح أو تحليل بيطلعها بسهولة، الناس بتسكت عليها أو بتتعايش معاها لمدة سنين. تعالوا نفكر سوا في الأسباب اللي ممكن تكون ورا الإحساس ده، بس مش بتتقال دايما. أول حاجة، الجفاف الخفيف. مش لازم تبقى عطشان عشان يكون جسمك ناقصه سوائل. ناس كتير بتنسى تشرب مية طول اليوم، وبالذات في الحر أو مع الصيام أو مع أدوية زي مدرات البول. الدم بيبقى تقيل شوية والضغط بينزل، والمخ أول واحد بيحس بكده. تاني حاجة، قلة النوم العميق. مش عدد ساعات النوم، لأ، العمق بتاع النوم. لو بتصحى كتير بالليل أو نومك سطحي، المخ مش بياخد كفايته من الأكسجين، والتنظيم العصبي ده بيعمل لك دوخة وصداع وتوتر، كله بيجي مع بعضه. تالت حاجة، نقص في فيتامينات زي د وبي 12. ناس كتير ما تعرفش إن نقص فيتامين بي 12 ممكن يعمل لك إحساس بالدوخة، خصوصا لو مصحوب بنبض سريع أو تنميل بسيط في الأطراف. ونقص فيتامين د كمان بيأثر على العضلات والاتزان. رابع حاجة، هبوط الضغط الانتصابي، يعني لما تقوم فجأة من النوم أو من الكرسي تحس بدوخة، وده بيحصل لما الضغط ما يلحقش يوصل بسرعة للمخ. ودي بتحصل أكتر عند كبار السن أو مع بعض أدوية الضغط أو حتى مع الصيام لفترات طويلة. خامس حاجة، السكر وخصوصا انخفاضه. مش بس مرضى السكر، أي شخص ممكن يحصل له هبوط بسيط بسبب السكر. لو فضلت فترة طويلة من غير أكل أو أكل نشويات كتير وبعدين حصل كراش، الإحساس بيبقى خفة دماغ، رعشة بسيطة، وتركيز ضعيف. سادس حاجة، القلق النفسي أو نوبات الهلع. في ناس بتحس بدوخة ملهاش تفسير عضوي، بس ممكن تكون نتيجة توتر داخلي أو نوبات قلق بسيطة. سابع حاجة، الأدوية، ودي نقطة خطيرة. في أدوية ممكن تعمل دوخة كعرض جانبي شائع، زي أدوية الضغط وأدوية القلب ومضادات الاكتئاب وأدوية الحساسية، وبالذات اللي بتنيم بتاعة الجيل الأول. والمشكلة بتزيد لو بتاخد أكتر من علاج مع بعض، لأن التفاعل بينهم ممكن يكون هو السبب الحقيقي للدوخة. وتامن حاجة، مشاكل الأذن الداخلية، ودي من الأسباب المشهورة للدوار الحقيقي. الأذن فيها جهاز التوازن، ولو التهاب حصل فيه أو اضطراب بسيط هتحس إنك بتميل أو إن الدنيا بتلف بيك، خصوصا مع حركة الراس. والحقيقة إن كتير من الناس عندهم أكتر من سبب شغال مع بعض. يعني واحد بياخد دوا ضغط وفي نفس الوقت مش بيشرب مية كفاية ونومه مش منتظم، فبيجي يقول بحس بدوخة متكررة ومش لاقي تفسير، وفي الغالب بيقعد بيها فترات طويلة. عشان كده فهم الأسباب المتداخلة دي هي الخطوة الأولى في العلاج. وقبل ما نتكلم عن العلاج، تعالوا نعرف الأول إمتى الدوخة تبقى محتاجة زيارة دكتور. الدوخة في حد ذاتها مش مرض،
لكن ساعات بتكون جرس إنذار أو عرض لحاجة أخطر. وأنت بتسمعني دلوقتي خليك فاكر، مش كل دوخة محتاجة مستشفى، بس في علامات لو ظهرت لازم تتحرك وتروح للدكتور. تعال أقولك إمتى بالظبط لازم تقلق. أولا، لو الدوخة جت فجأة وبعنف، يعني كنت كويس وفجأة حسيت إن الدنيا بتلف بيك جامد، أو حتى وقعت على الأرض، خصوصا لو ده أول مرة يحصل لك كده في حياتك. ثانيا، لو الدوخة مصاحبة بأعراض عصبية زي تنميل في وشك أو إيدك أو رجلك، أو صعوبة في الكلام، أو ازدواج في الرؤية، أو ضعف مفاجئ في ناحية من الجسم، الحاجات دي ممكن تدل على جلطة بعد الشر، ودي حالة طارئة جدا لازم تروح الطوارئ فورا. ثالثا، لو الدوخة جاية مع غثيان وقيء مستمر ومش من أكل أو تسمم، ده ممكن يشير لحاجة في المخ أو الأذن الداخلية ومش مجرد دوخة عابرة. رابعا، لو بتحصل مع مجهود بسيط، يعني كل مرة تطلع سلم أو تمشي شوية تحس بدوخة قوية، ده ممكن يشاور على مشكلة في القلب زي اضطراب ضربات القلب أو ضعف عضلة القلب. خامسا، لو مصحوبة بإغماء أو فقدان للوعي حتى لو لحظي، ودي من العلامات الخطيرة ومش طبيعي إن يحصل من دوخة بسيطة. سادسا، لو الدوخة اتكررت أكتر من مرة في الأسبوع وبدون سبب واضح، يعني حتى لو بسيطة بس بشكل متكرر، دي بتبقى حاجة مريبة وبيبقى لازم يتعمل فحص كامل وتشوف تحليل دم وضغط وسكر. وخليك دايما فاكر، الدوخة ممكن تكون بسبب بسيط زي الجفاف، وممكن تكون عرض أولي لحاجة كبيرة، والسر في التفاصيل اللي حواليها وفي جسمك بيقولك إيه معاها. في تصرفات ناس كتير بتعملها أول ما يحسوا بدوخة، بس للأسف ممكن تزود الحالة بدل ما تحسنها. تعالوا نشوف أهم الأخطاء دي. أول غلطة، تشرب قهوة أو شاي على طول. ناس كتير بتفتكر إن الكافيين هيفوقهم، بس الحقيقة لو السبب في كده هو انخفاض الضغط أو الجفاف، فالكافيين هيزود المشكلة لأنه مضر للبول وبيقلل السوائل أكتر. تاني غلطة، إنك تقعد أو تنام فجأة على الأرض من غير ما ترفع رجلك. لو الدوخة بسبب هبوط ضغط، الصح إنك ترفع رجلك لفوق علشان الدم يرجع للمخ بشكل أسرع. تالت غلطة، إنك تاخد سكر أو عصير من غير ما تقيس السكر بتاعك. ناس كتير أول ما تحس بدوخة تقول أكيد سكري نزل، وتجري تاخد عصير أو حتة شوكولاتة، مع إن السبب ممكن يكون العكس تماما، وممكن يكون السكر عالي جدا، وده بيعمل نفس الإحساس بتاع الدوخة. رابع غلطة، إنك تسكت وتستنى شهور، يعني بتحس بدوخة متكررة وتسكت عليها وتقول إيه، يمكن من الضغط أو يمكن من الشغل أو يمكن من النوم، وتفضل تأجل وتدور على النت، لكن ما تعملش تحليل واحد بسيط يوضح السبب الحقيقي. خامس غلطة، إنك تاخد أدوية من غير تشخيص صح، زي اللي بيشتري دواء للدوار من الصيدلية بشكل عشوائي ويبدأ ياخده أسبوع ورا أسبوع من غير ما يعرف إذا كانت المشكلة أصلا في الأذن ولا في الضغط ولا في القلب ولا فيتامين ناقص، وده ممكن يضيع وقت مهم كان المفروض فيه تشخيص دقيق. دلوقتي خلاص عرفنا إن الدوخة ليها أسباب كتير، من أول الضغط والسكر لحد نقص الفيتامينات لحد مشاكل الأعصاب. طيب نبدأ منين وإيه التحاليل اللي ممكن نحتاجها أو اللي الدكتور ممكن يطلبها مننا؟ تعالوا نقسمهم مع بعض لفئات تساعدك توصل للسبب بسهولة. أولا، فئة تحاليل الدم الأساسية زي صورة الدم الكاملة اللي بتكشف لو عندك أنيميا أو نقص هيموجلوبين، وده من الأسباب الشائعة جدا للدوخة خاصة عند البنات والسيدات. وتحليل مخزون الحديد أو الفريتين، لأن حتى لو الهيموجلوبين كويس ممكن يكون عندك نقص في مخزون الحديد، وده بيأثر على النشاط والتركيز وممكن يسبب لك دوخة مستمرة. وكمان تحليل فيتامين بي 12 لو ناقص ممكن يعمل دوخة وتنميل وخمول ويأثر على الجهاز العصبي بشكل مباشر. وتحليل فيتامين د نقصه مش بس بيعمل دوخة، لكن بيأثر على قوة العضلات والاتزان عموما. تاني مجموعة هي الضغط والسكر. لو جالك دوخة أول ما تقوم على طول من السرير، قيس ضغطك وتأكد، لأن لو عندك ضغط نازل في الوقت ده هيبقى حاجة اسمها أورثوستاتيك هايبوتنشن أو هبوط الضغط الوضعي، وده سبب مشهور للدوخة ومش بيتقاس في العيادات دايما. تحليل السكر الصايم والفاطر، لأن السكر لو نازل أو عالي ممكن الاتنين يعملوا نفس الإحساس، فمهم جدا إنك تقيسه لما تحس بالدوخة عشان تعرف السبب بالظبط. وكمان ممكن تعمل تحليل السكر التراكمي لو السكر عندك مش متظبط أو لو عندك أعراض تانية للسكري، فالتحليل ده بيوضح مستوى السكر في آخر 3 شهور. ثالثا، الفحوصات القلبية ومنها رسم القلب، لأن لو الدوخة مصحوبة بخفقان أو إجهاد بالذات مع المجهود ممكن تتأكد إن القلب شغال بشكل طبيعي. وكمان ممكن الدكتور يطلب الإيكو لو شك في ضعف في عضلة القلب،
وخصوصا لو في دوخة بتحصل مع المشي أو وقت طلوع السلم. رابعا تقييم الأذن الداخلية والتوازن. اختبارات التوازن زي ديكس هول بايك مانوفر دي بيستخدمها دكتور الأنف والأذن عشان يشخص الدوار الطرفي اللي جاي من الأذن الداخلية. وكمان ممكن الدكتور يعمل لك قياس السمع، لأن أحيانا مشاكل السمع بتكون مؤشر على وجود خلل في الأذن الداخلية برضه. أهم حاجة في كل ده، ما تعملش التحاليل كلها مرة واحدة من غير سبب. ابدأ بالأعراض اللي عندك وشوف أنهي مجموعة أنسب ليك، والأفضل إنك تتكلم مع الطبيب أو مع صيدلي فاهم يساعدك تختار الصح، علشان ما تضيعش فلوسك في تحاليل كتير ملهاش لازمة، ولا تتأخر في تحليل بسيط ممكن يعرفك السبب. أكتر سؤال الناس بتسأله بعد ما يحسوا بدوخة، آخد علاج إيه أو آكل إيه أو أعمل إيه؟ بس الحقيقة إن الدوخة مش بتتعالج بحاجة واحدة، هي بتتعالج لما نعرف السبب ونشتغل عليه. تعالوا نمشي على حسب كل حالة. واحد، لو السبب هو نقص فيتامينات، فيتامينات زي د أو بي 12 أو الحديد، وهنا العلاج لازم يكون موجه، مش مجرد مالتي فيتامين عشوائي. بي 12 بيتاخد غالبا حقن أسبوعية أو حبوب أو شرايح تحت اللسان، والحديد لازم تاخده على معدة فاضية، بس لازم نتابع معاه التحليل عشان ما توصلش لتسمم. وفيتامين د ممكن يبقى جرعات أسبوعية أو يومية حسب الجرعة، وخلي بالك زيادة الجرعة بدون تحليل ممكن تضرك أكتر ما تنفعك. 2، لو السبب الضغط الواطي أو هبوط الضغط عند الوقوف اللي هو الأورثوستاتيك هايبوتنشن، ساعتها شرب المية مهم جدا، لترين على الأقل يوميا، وقلل الوقوف المفاجئ خصوصا من السرير، وممكن تاكل حاجة فيها ملح خفيف لو الضغط واطي. وبعض الحالات الشديدة بتحتاج الجوارب الضاغطة أو بعض الأدوية، بس دي طبعا لازم تبقى تحت إشراف طبي. 3، لو السبب انخفاض السكر، وهنا التصرف لازم يكون سريع. خد سناك خفيف بيحتوي على كربوهيدرات معقدة زي تمرة أو قطعة فاكهة أو بسكويت سادة، وبلاش عصير أو سكر أبيض لو أنت مش متأكد إن المشكلة فعلا سكر نازل. ولازم تحلل عشان تتأكد وتعرف هل عندك سكر فعلا ولا لأ، لأن التكرار بدون تشخيص بيضيع لك وقت مهم في العلاج. 4، لو السبب الأذن الداخلية أو الدوار الطرفي، في الحالة دي يفضل نستشير الدكتور، ولكن أكتر حاجة بتساعد هو تمرين إبلي أو إبلي مانوفر، وده تمرين بسيط بيعيد توازن بلورات الأذن، وبيتعمل في البيت أو عند أخصائي العلاج الطبيعي، وبيتاخد أدوية زي البيتا هيستين، ودي ممكن تفيد، لكن لازم نحدد السبب الأول بعد استشارة الطبيب. 5، لو السبب نفسي أو في نوبات هلع وقلق، أهم حاجة هنا إنك تفهم إنك مش مجنون ومش بتتوهم، لأن نوبات القلق بتأثر فعلا على الاتزان والتركيز والنفس. تمارين التنفس العميق، تقليل الكافيين، وتعديل نمط الحياة بيساعدوا بشكل كبير جدا، وممكن نحتاج تدخل نفسي بسيط أو دواء لفترة محدودة، وده مش عيب، بس طبعا بعد مراجعة الطبيب. 6، لو السبب من أدوية أنت بتاخدها حاليا، ساعتها راجع مع دكتورك أو مع الصيدلي هل في أدوية ضغط بتاخدها ومخلياك دايما دايخ، وهل في أدوية بتتعارض مع بعضها وممكن تحتاج إنك تقسم الجرعات أو تغير توقيت الدواء. وطبعا بلاش توقف الدواء لوحدك من غير استشارة. خلاصة الكلام إن الدوخة ليس لها علاج موحد، هي عرض، والعلاج الحقيقي إننا نفهمها ونراقبها ونشتغل على السبب. ومع الوقت ومع الوعي 80% من حالات الدوخة بتتحسن من غير أدوية أصلا، بمجرد ما نعدل أسلوب حياتنا ونشرب مية وننام كويس وناكل كويس. كتير من الناس ممكن يتحسنوا بنسبة كبيرة جدا، بس من غير أدوية ومن غير تحاليل، لو عرفوا يديروا يومهم بطريقة صح. تعال أقولك شوية خطوات بسيطة جدا، بس لو التزمت بيها هتلاحظ فرق حقيقي. اشرب مية كفاية حتى لو مش عطشان، كتير من الناس بيبقوا دايخين لأن جسمهم ناقصه مية، خصوصا لو في الصيف، أو لو بتاخد أدوية مدرة للبول، أو لو بتصوم. والهدف من 8 ل 10 أكواب مية في اليوم. 2، نظم نومك، مش بس عدد الساعات، لكن جودة النوم كمان مهمة. نام في ميعاد ثابت في مكان هادي من غير إضاءة ومن غير موبايل، ولو بتصحى كتير أو بتحس إن نومك مش عميق دي علامة محتاج تراجع السبب. 3، أكل منتظم ووجبات صغيرة متقطعة على مدار اليوم، خصوصا لو بتتأخر في الأكل أو لو بتحس بدوخة قبل الغداء على طول. الأفضل إنك تاكل كل 4 ساعات وجبات خفيفة ويكون فيها بروتين وكربوهيدرات. 4، قلل الكافيين سواء في شاي أو قهوة أو مشروبات طاقة، كلها ممكن تزود القلق وتنزل الضغط، بالذات لو بتتاخد على معدة فاضية. 5، قوم من النوم أو من الكرسي بالراحة، وبلاش تقف فجأة مرة واحدة،
خصوصًا لو نايم بقالك فترة طويلة أو قاعد بقالك فترة طويلة. خُد 30 ثانية اقعد فيها الأول، خُد نَفَس وبعدين قوم. 6. مارس رياضة بسيطة ومنتظمة حتى لو مشي 20 دقيقة في اليوم. الرياضة بتحسّن الدورة الدموية وبتنظّم الضغط وتقلل التوتر. 7. سجّل الأعراض كل مرّة تحس بدوخة، وسجّل الوقت، وسجّل أنت كنت عامل إيه وأكلت إمتى وخدت دوا إيه، وده هيخلّي الصورة أوضح سواء ليك أو للطبيب المعالج. أنا عارف إن أغلب اللي بيتفرّج عليّا على الفيديو ده حاسس إن الدوخة بقت جزء من حياته أو بتتكرر معاه كتير وبيحاول يتعايش معاها، ويمكن قال لنفسه ما هو عندي الضغط واطي شوية أو يمكن من الجو أو يمكن من الأكل. بس المفاجأة بجد إن في ناس بقى لهم سنين عندهم دوخة وبيطلع السبب بسيط جدًا في الآخر بس ما حدش خد باله. طيب زي إيه؟ تعالوا نشوف شوية أمثلة. واحدة عندها دوخة متكررة وقت الدورة ويطلع عندها أنيميا مزمنة بسبب النزيف البسيط اللي بيحصل كل شهر، أو حد بيشتغل كتير وبينسى ينظم أكله والدوخة عنده من هبوط سكر متكرر غير مشخص، أو شاب بيروح الجيم وبياخد مكملات وبياكل كويس بس ما بيشربش مية وبيجيله هبوط ضغط مع كل تمرين بسبب الجفاف، أو واحدة ماشية على دايت قاسي من غير متابعة والفيتامينات عندها كلها نازلة جدا. ولو وصلت لآخر الفيديو فأنت أكيد من الناس اللي بتحب تفهم وتساعد نفسها. ولو الفيديو ده ساعدك تفهم جسمك أكتر ممكن يساعد حد غيرك كمان، شاركه مع اللي ممكن يحتاجه. ولو عندك سؤال اكتب لي في الكومنتات وأنا هحاول أساعدك باللي أقدر عليه. وما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان توصلك الفيديوهات اللي فعلا هتفيدك من غير تهويل ومن غير تعقيد.